عادي يعني، ممكن لبسك اللي انت حاطه في الشنطه تصحى الصبح ما تلاقيهوش. فعشان كده بقولك انا اتخطفت بيه يمكن والله. النص دوت كان الكلام فيه جد شوية. وده حصل يعني. يمكن ما المشاكل ما ظهرتش في الاول، اتمرمطت شويه هنا في مصر. احنا الوضع بيبقى مختلف شوية، انت طالع عشان خاطر اللي يجيب مادة شقة صح؟ اللي يجيب عربية. سافرت بدري، اوكي. تقدر كل الاساسيات اللي هي بتاعت الحياه تقدر تكونها في وقت اقصر. كنا الواحد بيحتك بجنسيات تانية. معانا في الجزء دوت من الحلقة يعني اخويا، ويعني مش عارف اقول غير اخويا، فعلا اخويا الكبير خد تجربة بقى في الغربة كام سنة، 12 سنة ولا 13 سنة، 12 12. 13 سنة. مؤمن، احكي ازيك يا مؤمن، عامل ايه؟ اهلا ايه وسهلا. الاخبار، عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. ازيك يا مؤمن، عامل ايه؟ عاملين ايه؟ انت اخبارك الحمد ايه؟ لله. انا زي الفل والله. ازيك يا مؤمن، الدنيا عامله ايه؟ اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله الحمد لله، الله يخليك. والله ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ سلام. طب عايزين حاجه مننا؟ اخبارك في ايه؟ الاول فين كنت بتغرب فين او كنت قاعد فين؟ بص، هو انا تجربتي بدأت بدري يعني. أوكي. بعد ما اتخرجت على طول، يمكن كان 2007. اوكي. انت دفعه 2007 اصلا؟ 2007. اتمرمطت شويه هنا في مصر في المقاولين العرب. شغال مهندس. مهندس كهرباء. اوكي. قعدت هنا في مصر فترة، اتدربت كده، بس لقيت الموضوع لا، لازم ناخد الحياة العملية بدري يعني. هناك بقى كانت 2008 بالبداية يعني. اوكي. طيب حبيبي. كمل، يعني طلعت الباسبور وتوكلت على الله في زي 2008. اي حد. فحته البنت برضو ما بيبقاش فيه مسؤوليه قوي ان انا طالع عشان خاطر، يعني هي بتبقى مسؤوليتها، هي بتبقى طالعه الحاجه لنفسها. احنا الوضع بيبقى مختلف شويه، انت طالع عشان خاطر اللي يجيب صح. شقه اللي يجيب عربيه بالظبط، اللي بالظبط. يعني بتبقى ده الغرض في الاخر انا يعني. حسيت ان انت لو يعني سافرت بدري، اوكي. تقدر كل الاساسيات اللي هي بتاعت الحياة تقدر تكونها في وقت اسرع. تتجوز اسرع ومش عارف ايه وكده. طبعا. وحياتك العملية برضه هتستفاد خبرات اكتر. بتحتك يعني في السفر بقى كده، هقول لكم ان احنا الواحد بيحتك بجنسيات تانية. مش فاهمة يا مهي. نعم مش فاهمة يا مهي. ماهي. بقول لك يعني ده عايش معايا، عايش معايا ده. طب مش يوميات انا يعني. بص، انا هسالك اسئله يعني، يمكن بس انا عارف حاجات معينه. أكيد. تمام، فيعني هي الحاجات دي انا بقول لك بجد يعني هي من النوادر، يعني هي حاجات ما بتحصلش فعلا. انا ما شفتش حد حصلت له الحاجات دي قبل كده. هو يعني مؤمن لما سافر في الاول كان الظروف، كانت الدنيا ان انت قاعد في السكن الشيرد، لسه الكالتشر أوكي. بالنسبه له جديده. تمام، فانت ممكن تخش في حته الكالتشر بتاعت الناس انت اللي اول ما رحت هنا، الناس اللي قاعده معاك في السكن. ما رحت اول ما وصلت هناك، طبيعي بتبقى مثلا بتنزل اسبوع في فندق لحد ما بتدبر سكن. المفروض ان انت بتقعد ما بتشوف حد انت مثلا ايه من الناس اللي هم مسافرين معاك، تقدر ان انت تقعد معاه. اوكي. وده حصل يعني. يمكن ما المشاكل ما ظهرتش في الاول يعني. يمكن الناس بتبقى لطاف والدنيا بتمشي عادي، بس بعد كده بقى، لان انا اصلا ما قعدتش في مدينة واحدة، فانا اتنقلت من كذا حاجة يعني. انا اول حاجة سافرت عليها كنت شغال في جدة. صحيح، ده انا شايف كمان وز وبط ومعيز. عاملين نشاط اقتصادي، ده مطاهر كمان. نشاط اجتماعي. اوكي. بعد كده قعدت فترة حوالي سنة، كانت في حد برضو كويس، ولحد دلوقتي طبعا انت ليه ما يعني بتحكيليش انا كمان؟ ليه يعتبر بتحكي المحبوب بس؟ احكي لي انا كمان معاك. انا ما اعرفش انت كده كده عارف. لكن ما الناس ما تعرفش. احكي لي معاك. طبيعي سافرت في جدة أول حاجة. كانت صحبة كويسة جدا، كنت قاعد مختار حد يعني. قضيت انت اول حاجه رحت عليها كانت جده؟ كانت جدة. كنت اشتغلت فترة كده مكتب فني، وقعدت مع حد كان كويس جدا. بعد كده بقى بدأت أنزل اوكي. موقع هنا بقى، بدأت أقابل مصريين اللي احنا يعني عايشين معاهم طول العمر، بس هم تحس ان هم فاهم ناس. ايه اللي حصل؟ هم اكتر ناس فاهم ممكن يفاجئوك بحاجات انت ما تتخيلهاش يعني. ده حصل. سواء في الشغل او في السكن. اوكي. يعني طب لا، يعني قول الاختلاف، يعني مثلا الناس اللي انت بتتكلم عليها الاختلافات مثلا في الشغل كانت ايه، الاختلافات في السكن كانت ايه؟ ما انت في الاخر يعني الثقافه المختلفه دي عامه، انا شايف اللي مش مرتاح في بيته مش مرتاح في اي حته، بالذات في بالظبط. حته الغربه. وانا عانيت فعلا. بسبب طبعا ان انا زي ما قلت لك، ارجع تاني للبدايه اللي احنا قلناها، ان انا سافرت اول ما اتخرجت، وده كان على مرتب يعتبر مش احسن حاجه. كله في الاول فانت بتختار ان انت ممكن تقعد مع حد. ايوه يعني. كله بيبقى كده في الاول، انت بالظبط. بتختار في الاول، بالظبط. انت عايز بيبقى توفر صعب ان انت يعني تقعد في سكن صح براحتك، صح.
تجيب كل الاساسيات. موجوده بس نادره جدا موجوده يعني. بس لو من البدايه الموضوع صح، فعشان كده بقولك انا اتخطفت. طبعا في السكن انت بتتفاجئ بقى بطباع الناس، لان يعني مش كل الناس ايه تربيتها. بقى؟ ايه الحاجات؟ اغرب حاجات ممكن عايز تعرفها. ايوه قول. عادي يعني، ممكن لبسك اللي انت حاطه في الشنطه تصحى الصبح ما تلاقيهوش. ممكن علبه السجاير بتاعتك اللي انت سايبها يعني وهتنام وهتصحى الصبح، ممكن تلاقي واحد ابن حلال شربها كلها وساب لك سيجاره محترم. سيب لك سيجاره. خد يا دكتور. ده ممكن يا معلم خيرك سابق. تشكر. ها؟ طريق سلام انت. سلام. محترم. عشان تشربها الصبح. هو فعلا بيقول كده طب يعني يقول لك أنا ولو قلب اتضايق عليك. لو تلومه. ويزعل يعني. يعني اللي هو ده انا حق سايب مكتسب، انا انت سايب لك فاهم؟ سيجاره في القلب. تقعد مع حد لازم يبقى يعني بس شبهك. يا محمود انت ايوه بس انت ما لحقتش تعرف ناس. انت مثلا ايه، انا زي ما قلت لا لك وانا معلش يا ربنا مؤمن، كرمني في فتره جده، لكن بعد كده مثلا هتكلم فتره في الحتة الرياض دي. او مكه، لا انت بتبقى مضطر تشوف حد سريعا تلحق تقعد معاه. لا فاهم؟ وانا ما انت ما لحقتش تعرفه. محمود معلش، انا شايف ان سكن العزاب ده عامل زي البطيخه. انت يا معلم بتخش صح، دي تجرب، حقيقة. صعب حتى جدا ان لو انت انت حاسس ان هو الا شبهك. في الحاله اللي انت بتتكلم عليها مثلا، اللي انت رحت لها دلوقتي، اللي هي السفر اللي بعد كده او كده، ان انت تلاقي حد شبهك او حد منك او حد نفس الثقافه ان انت تقعد معاه، دي بيبقى الظروف المرتب مختلفه وتبقى الدنيا مختلفه. انت بتبقى طالع في الاول على 4-5 آلاف ريال يا باشا. انت عايز تقعد، لو قال لك سكن فيه 5-6 انفار كل 2 في اوضه هتطلع بالظبط زي يعني طب ما عمرو كان بيقول. وفي الشغل بقى كان ايه الفرق ما بين ده في الاخر دوت مصريين ودوت مصريين ولا؟ تمام. هنا بقى برضو انت خلاص وضع ظروف او ان انت خلاص يعني اتفرضت عليك، فانت بتحاول تتأقلم. بس انت مش عارف. انت ممكن تلاقي حد مثلا سرق انبوبة من عند ناس تانية. انا بيه انت واخد بالك؟ طب ازاي دي؟ آه، لا آه، يعني ازاي يعني حد سرق ابوه عن الناس ثانيه دي؟ يعني ايه؟ يعني احنا اصلا ما عندناش انبوبة. انبوبه غاز؟ اه ممكن يروح ياخدها من الجيران ويدحرجها لحد عشان عنده. هو بيحب يطبخ يعني، فاهم؟ بقى ده سببه. ده ده سببه. المبرر يعني، فاهم؟ فلك أن تتخيل بقى يعني الموضوع وصل لفين. لا طبعا معاناه يعني. بعد بقى فترة وانت خلاص مش قادر تتأقلم، بتضطر تدور على ناس من خلال الشغل تقدر ترجع تاني ناس شبهك. فاهمني؟ فالواحد من ناحية السكن وان هو شاف ناس، لا يعني ما فعلا صعب انت يعني. اول ما سافرت يعني انت طبعا وانت هنا في مصر كنت عايز تسافر وكنت تسعى للموضوع وفي الاخر عملته. انت بقى لما حصل. سافرت هناك انت حسيت ان انت ندمت على الخطوه ديت، ولا انا كنت المفروض اكمل في مصر ولا لا؟ لا بالعكس، شايف لا ان لا. هي ربنا بيبقى مقدر لكل واحد خطواته. بتاخد انت خلاص بتوكل على الله زي ما قلت لك، بتمسك في حلمك بجانب ان انت اكيد عايز ان انت تعمل كل حاجة يعني تأسس لمستقبلك اللي هو اللي جاي. فما بنندمش على اي حاجة خلاص انت مريت بيها، هو ربنا مقدر كده. بس التجربه في حد ذاتها مؤمن، انت كنت حاسس ان لا انا لو كنت طلعت من الاول على حاله احسن او طبعاً. على ظروف احسن، طبعاً. كنت هتحس ان الوضع بالنسبه لك، انت بالنسبه لك حتى انت مرتاح اكتر، بعد- قادر ان انت قعدت اول مره كام سنه مؤمن في ما السعوديه؟ انا يعني قعدنا من 2008 لحد 2016. وبعد كده 8 سنين. يعني رقم عنيف يعني. وبعد كده رجعت تاني. وعلى فكرة من 2008 ل 2016 هو يعتبر في نفس الشركة. هي هي كانت شركة اللي هي مجموعة بن لادن، أشهر شركة مقاولات أصلا موجودة في السعودية. طبعا. بس أنا زي ما قلت لك الخطفة الأولانية إن أنا سافرت بدري، فسافرت على مرتب قليل. عكس لو أنا كنت اشتغلت هنا كبداية حياتي في مصر، أسست خبرة سنة سنتين ساعتها بالخبره دي وطلعت. تقدر تحط يعني يبقى عندك رقم احسن. بالظبط. وده يمكن الحاله اللي حصلت بقى بعد كده، يعني انت رجعت هنا كانت رجعت هنا الظروف- مصر. خلي بالك برضو يعني انا عايز اعرف برضو. كده بسبب الحادثه بتاعت بن لادن اللي حصل. أوكي. موضوع الكارير صح، اللي وقع كنت في لسه عايز اقول له حصل. يعني الحته دي سبب رجوعك لمصر يعني. غير كده انا كان زماني يعني معاهم. مكمل. لان أصل انا دول كانت لحد أقوى- دلوقتي اقوى شركه يعني يعني ليا مقاولات موجوده زمايلي في السعوديه ها. موجودين لحد دلوقتي موجودين فيها. أوكي. بس طبعا الوضع بقى مختلف طبعا انت يعني. لما رجعت على شركه تانية. كنت أنت انا قعدت اصلا قد إيه؟ اتعينت بقى بعدها يعني بعد ما رجعت 2016. اخر 2016 في شهر 11 اتعينت في شركه حكوميه هنا أوكي. الشرقيه الدخان.
قطاع استثماري يعني. قعدت قد ايه؟ قعدت بالظبط حوالي 3 سنين فيها. بس طبعا فرق، شوف، رغم ان انا ما كنتش راضي طبعا بالوضع اللي هو بقول لك مسافر على مرتب قليل، بس لما تيجي تقارن القليل بره بالقليل هنا، لا انت قليل مش بره قادر، بالكتير انت مش قادر هنا. تعيش اصلا. لا القليل بره بالكتير هنا كمان بالظبط يعني. بالظبط. الدنيا زي طبعاً التعبير من اللي قاله أول- عمرو كده. من اول ما جيت هنا عايز تطلع تاني، عايز ترجع تاني. ده يعني بالظبط بعد ما وصلت على طول ولقيت ان انا مش هقدر اعيش، وهنا كنت اتجوزت خلاص. اوكي. فطبعا ورغم ان الغلا مش زي طبعا الايام اللي احنا فيها كمان دلوقتي، بس حتى المرتب اللي انا كنت باخده منهم ما كانش بيقضي حاجه. فرحت راجع تاني انت بقى اضطريت اسعى تاني. لما رجعت تاني بقى طبعا مش يعني شركه مختلفه. زي ما قلت لك برضه هو نفس الحكايه، هو نصيب في الاول في الاخر. هو يعني تقدر تقول بالنسبه لي انا كمؤمن، هو ربنا مش رايد ان انا اقعد في الغربه كتير. فاهمني؟ انا بكلمك بجد. لا هي مش كمؤمن يعني، هو دي عندنا ما شاء الله الموضوع لان ده. انا السفر لا التاني ده كان حقيقي. كان 2019. ماشي. هنا خدت اجازه من الشرقيه الدخان. الكورونا بدات حكايتها في اخر هو 2000 مسافر في اخر 2019 وانت هناك بالظبط. لان انت دخلت على دخلت على الكورونا، فتحت بالظبط. الكورونا في السعوديه. هو ما شاء الله يعني هو جاب الكورونا معاه. هي فعلا يعني انت سافرت كام 2019 وصلت بالظبط شهر 7. يعني 6 كانت شهور بالظبط. قبلها- 6 شهور قبلها- بالظبط. بالظبط 5 ما 6 شاء الله شهور. مبخت يا ابني والله العظيم، حاجه ما جميله ما احبش شاء الله. اتكلم انا عن نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه. انت قعدت انت كده قعدت كمان 3 سنين او 4 سنين كمان. لا من 2019 2021 سنتين يعني انت الكورونا خلصت رحت نازل. بالظبط. هو بس هو قفل هو خد الكورونا ممكن. فتح يعني بيها انت ما حاولتش السعوديه. تفكر بعد ما هم ابتدوا ما انا يفتحوا هقول تاني لك ومش عارف ايه ان انت هقول تكمل. لك هنا خدت انا اجازه سنتين اصلا من مصر، من هنا مش شرقيه الدخان. قلت برضو مش عايز اخسرها، بس في نفس الوقت هناك انا كانت اول سنه بالنسبه لي كانت يعني رغم ان هي فيها الكورونا بس كانت كويسه. يعني كان مشروع كبير اصلا. جه بعد كده كان المشروع برضو لسه ما بدأش. تخيل بعد سنة من ما يعني طبيعي، ما خلاص المؤمن الدنيا كلها لسه في عطلانة. البداية. وجه حاجه فمشي كارثيه. الأقسام زي الميكانيكا والكهرباء واللي هم لسه هم مش في حاجة ليه. مش عارف انت عارف برضو ولا لا، هي في المشاريع الانشائيه الميكانيكا والكهرباء بيخشوا اخر فتره في المشروع. بعد المدني. مدني أهم. بعد المدني والمعماري في وبعد البداية. الكلام ده كله. بالظبط. اوكي. فهنا انا اضطريت ان انا سبت المكان اللي انا فيه. هنا كنت انا في جيزان يعني وجيزان دي برضو كان في يعني مشكلة اليمن لو تفتكر. والحوثيين. جيزان اصلا تحت الصواريخ فوق. انا واقف على السطح والصواريخ معدية من جنب بوسع لها. ما تبرقيش قوي كده. يعني كورونا وضرب. وجاء طب وحسين. ينفع فانت كده بعد اول ما أول فتحوا، سنة- الموضوع أول ما كانش سنة- بس عشان موضوع كورونا او الوقت ده، لكن كمان انت حسيت ان انت مش يعني لا عايز ترجع احسن. لا بالعكس. بالحدوته كلها. بالعكس ده اللي انا بقوله دلوقتي. بس في وقتها عافرت. اول سنة الشركة اللي انا كنت فيها، المشروع الكبير اللي انا كنت فيه، خلاص قال لك انا مش في احتياج ليه للكهرباء والميكانيكا. قعدت بالظبط حوالي 4 شهور ودورت على شغل تاني. اوكي. نزلت من جيزان للرياض. تمام. قعدت 4 شهور هناك بسعى. وطبعا اصلا الشركات في الفترة دي مفيش حد بيعين بتمشي حد. مش بتعين. بتمشي اصلا الناس. فانت يعني اللي نزلك ان انت فضلت قاعد فتره ما بتدور وما لقيتش فرحت نزل. هي دي المعافرة اللي انا اقصدها. اوكي. لا هو انت اعتقد انت لقيت شغل في يعني بعد ما انا بقول 4 شهور. يعني 4 معلش بقى، شهور. يعني هل انت كان الاربع شهور دوت او الفتره ديت كان معاك اصلا فلوس تكفي ان انت تفضل تلف ولا لا كان الموضوع طبعا كان مرهق جدا. هل استلفت مثلا هناك؟ انا مش متخيل اصلا ان واحد لا، بيتحرك هو بشنطته بيتحرك بدنيته. اكيد وقلق لوحدي. وهنا فقدت الكفيل اللي انا المفروض طالع عليه اصلا. فاضطريت ان نقلت يعني حاجه اسمها مؤسسه فرديه. وبتدفع فلوس عليها، فطبعا بدفع لها فلوس على الارقام دي. الرقم ده، وعندك سكن وعندك معيشه. اوكي. فالموضوع كان مش سهل. مش سهل. ففي الاخر برضو ربنا كرم لقيت شغل. ولقيت شغل.
اوكي. اقل اكيد من اللي انا كنت طالع عليه من بس البدايه. طبعا قابلته ساعتها عشان خلاص ما يعني بس اضطريت ان مفيش انا خلاص، ما فيش اختيار يعني. مش اختيار طبعا. لا وخلي بالك انت كمان بقالك 3-4 شهور عمال بتصرف بتسحب بس من ومش ريزيرف، عارف انت عمال بتسحب من بالظبط. اللي انت كنت بالظبط. اصلا جايبه. وصرفت رقم كبير. طبعا. الأربع قعدت شهور قد ايه دول. بقى في الشركه التانية دي؟ بقيت اللي هو السنتين اللي احنا كنا بنقول عليهم في البدايه، يعني احنا قلنا سنه 4 شهور 6 شهور او 7 شهور. 8 شهور تقريبا. طب وايه اللي نزلك بقى؟ نزلت لان كان هنا حصل والدي توفى لا. الله يرحمه. في الفتره اللي هي ما انا بنقل. امم. ودي كانت اصعب حاجه عليا اوكي. على فكره. يعني انا بالنسبه لي احنا ولد وبنت بس. امم. ليا اخت مسافره في الكويت. امم. فبعد وفاه والدي ما بقاش غير والدتي، امم. واكيد مفيش حد في الدنيا هياخد باله انت منها. لازم تبقى قاعد جنب والدتك بالظبط. الفتره دي. بالظبط. أوكي. ده السبب بالظبط. الاساسي ان ده اللي خلاني ضحيت بالدنيا كلها. أوكي. عشان كده بقول لك في البدايه ان ربنا مش رايد ليا لا حكايه بس نصيب. هو بس هي في الاخر الخطوه دي يعني اللي انت عملته ده من وجهه نظري طبعا، هي في الاخر الموضوع بيبقى ليه يعني كذا مقياس، بس انا شايف ان ده التصرف الامثل. يعني ما فيش تصرف كان غير كده ينفع يتعمل يعني. خليني طب بس الحمد لله على كل حاجه. خليني اسالك بقى مؤمن، لما رجعت هنا مصر اه يعني لما رجعت مصر اللي انت نازل عليه، انت طبعا انت شفت الفيلم ده قبل كده، يعتبر شفته من 2016 ل 2019، فانت شايف الفيلم. رجعت اشتغلت تاني، انت كنت قايل ان انت واخد اجازه. رجعت. انت اشتغلت يعني رجعت تاني شرقيه للدخان ولا؟ رجعت عليها. رجعت عليها. قعدت معاهم فتره، بس زي ما قلت لك موضوع ان انا يعني مرتبات موضوع بعيد قوي. فاضطريت ان انا اسعى ادور على حاجه تانية. هنا برضو ربنا كرم يعني، وكان في حاجه زي تخارج كده. اوكي. اول ما جيت تخارج دوت قلت ان انا هسيبها بس. طب خليني اسالك بقى سؤال معلش. انت حاليا معلش حاليا في شرقيه الدخان برضو ولا لا خلاص؟ سبتها. يعني شغال في مكان تاني؟ مكتب استشاري. اوكي. لو بقى دلوقتي جالك الفرصه ان هو ان يسافر انت تاني؟ تسافر تاني، اوكي. لازم والدتي تكون معايا. الست دي امي، الست دي امي. مفيش ما ينفعش. يعني ده الاساس اللي انا سبته عشان. صح. طيب يعني انا مبسوط جدا والله بالقعده اللي انا قعدتها معاك ده مؤمن. انا اكتر انت والله عارف اتشرفت يعني بيك يمكن والله. النص دوت كان الكلام فيه جد شويه، عشان خاطر انا يعني يمكن يكون انا مريت مع مؤمن بجزء كبير من الاحداث دي. يعني انت وانت جوه التجربه فعلا الموضوع بيبقى مختلف تماما عن ان انت تسمعها من حد. ده بجد يعني التجربه كانت فيها تحت كتير وكان فيها فوق كتير، كان فيها حلو كتير وكان فيها وحش كتير، بس في الاخر اللي انا دايما عندي يقين منه ان زي ما انت قلت ربنا بيكتب لك في الاخر الخير والاصلح. انا عندي سؤال صغير قبل ما نختم. قول. هل انت بعد هل اللي حصل محلات ده الجزاره دي بتبيع بيع لحمه. هل لو رجع بيك الزمن تسافر تاني ولا لا؟ لو دلوقتي يعني لا مش لا دلوقتي. بتتكلم لو على رجع في بيك الاول الزمن خالص 2008 اكيد لا. اكيد لا. بالظروف اللي كانت موجوده؟ الوفره بتاعت ال4 شهور اللي احنا حكينا عليهم هناك في صعبين الغربه، شويتين تلاتة. لا كان ممكن يبقوا هنا 4 سنين عادي وهنستحملهم برضه. في بيت اهلك بس كنت هتطلع على وضع تاني. ايوه. طب على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، يعني ده اللي بقى دلوقتي غصب عنك انت بتعمله، لان اعتقد اغلب دول الخليج ما بقتش بتقبل بالذات في المجال بتاعنا احنا كمهندسين باقل من 5 سنين خبره ان انت تسافر. يعني ده بقى حد ادنى. فهو الوضع يعني انا هسيبك طبعا تقول حاجه للناس، بس انا يعني ممكن برضو من كلامك انا ممكن انصح الناس بحاجه بالذات في المجال بتاعنا. اعرف قيمتك كويس، واعرف ان انت ليك لازمه في اي مكان انت هتروحه، وليك اوبجكتيف او ليك في الاخر هدف انت اللي جايبك ده جايبك عشان خاطره. فدايما انا نفسي ان احنا نعرف قيمه نفسنا. وحتى لو انت عايز تسافر لا خد اكسبيرينس الاول. ما انا بقول لك انت اعرف قيمه نفسك عشان خاطر يعني للاسف دلوقتي ده حاجه انا شايفها ان احنا فعلا سعرنا حتى في السوق. انا لما بقت الناس تكلمني لما بطلب مثلا مرتب او بطلب حاجه، الناس بقت بتحس ان انا بتكلم عن ارقام الفضاء في الوقت اللي انا شايف ان ده الرقم الادنى
اللي انا ممكن اطلع عليه. ليه؟ لان دي مشكله كبيره قوي، عايز يعني كويس انت شاورت عليها. النقطه بتاعت ان للاسف الناس في مصر هنا يعني بصراحه رخصوا نفسهم. ده قولا واحدا ان اللي بيطلع انا هشيل ان دي. مين ده؟ انا ما اعرفوش. ان اللي بيطلع دلوقتي على تاشيره حره هو ممكن يرضى باي ارقام، صح. فبيضر الكل. ده بس ده حقيقه بس ده فعلا. اللي انا عايز اقوله يعني. دي حقيقة. صح صح. ممكن يكون التعبير صادم بس هي دي الحقيقه. ده حقيقه فعلا. شكرا يا مؤمن، مبسوط على والله وقتك. يا مؤمن. نورتنا انا جداً. مبسوط جدا والله ان انا كنت معاك. نورت الدنيا مو، ودايما حبيبي كده في احسن حال. تسلم، ودايما الله منور الدنيا. يخليكم. الله حبيبي يا يخليك، تسلم.